يا هلا بالناس الحلوه، عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير يا رب. فيديو النهارده كده يعني ايه، بسيط كده وحاجه كده متجربه ومضمونه وسرها ما شاء الله يعني. كنت متابع كده دكتور اسمه دكتور رامي اسماعيل، متابعه من زمان جدا، فشدني ليه يعني، وانا بحب كده الحاجات اللي ايه اللي اعرف استفاد منها يعني. فكان بيتكلم ازاي يبقى معاك فلوس كتير ورزق كتير، وحاجه متجربه مضمونه. فانا فتحت الفيديو فقال حاجات كتير جدا يعني. قال صله الارحام بتدي الرزق، قال الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، وقال سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، وقال ان انت تدعي، وقال ان السبب الرئيسي ان انت تشتغل وتجيب فلوس. بس قال من ضمن الحاجات دي الاستغفار. طبعا كلنا عارفين ان الاستغفار يعني ربنا بيكرمك من الاستغفار كتير كتير قوي، رزق كبير وواسع. فانا ايه مسكت في حته الاستغفار قوي بقى، وقلت اجرب الاستغفار. بس انا كنت مثلا بستغفر كل يومين، بستغفر مره كده وانا قاعد استغفر الله العظيم لو في حاجه ضايقتني. لا بقى، قال لك نص ساعه او ساعه استغفر استغفر استغفر. في سوره نوح على لسان سيدنا نوح يعني. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. انتوا متخيلين يا جماعه الايه عامله ازاي؟ انتوا متخيلين بيقول لك يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. يعني انت عايز ذريه هتلاقي، عايز فلوس هتلاقي. كل انتوا فاهمين الايه يا جماعه؟ الايه فاهمه نفسيها يعني، هي كده موضحه نفسيها. استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، مطر بقى وخير وكل حاجه، ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. اللي انت عايزه، اللي انت عايزه اعمل ايه؟ بس استغفر، اقعد استغفر، استغفر كتير. ربنا هيرزقك بقى، لا تقول لي دولار عالي ولا جنيه نزل ولا بتاع. ربنا موجود، كل حاجه موجوده. بس كده حبيت ايه اقول لكم حاجه انا كنت استفدت منها، وتجربه انا مجربها مضمونه 100%. الاستغفار هيجيب لك رزق كتير، استغفر ربنا كتير. سلام.